واش دار هو سائق الحافله روتوفر تاعو، يعني قابض التذاكر تاع الحافله. الحافله اللي سقطت في وادي الحراش وماتوا فيها 18 شخص ربي يرحمهم. وش هي الكوارث اللي اكتشفتها الشرطه القضائيه في هذا الحافله؟ خوتي الكارثه تقول اختها بعدي. الكارثه الاولى اللي كشفت عليها تحقيقات الشرطه القضائيه انه هذه الحافله موقفه من السير، يعني ممنوعه من السير وبقرار من مديريه النقل. يعني خوتي هذه الحافله راهي غير صالحه لنقل المسافرين. خوتي كاينين ناس يتلاعبوا بارواح الناس عادي، ومازال جايه كارثه وراها مازال. الكارثه الثانيه اللي كشفت عليها تحقيقات الشرطه القضائيه ان نظام الفرامل في هذه الحافله كان ضعيف جدا، وان فرامل اليد يعني فرانما معطله بشكل كلي، ومازالت خوتي جايه كارثه واحده اخرى. تابع الفيديو. الكارثه الثالثه اللي كشفت عليها تحقيقات الشرطه القضائيه، هذه ثاني قالت لهم اقعدوا لنا. كان في هذه الحافله 45 مسافر، يعني في هذه الحافله 45 راكب، وهذا يفوق بكثير الطاقه الاستيعابيه تاع هذه الحافله. خوتي يعني كان حاطهم فوق بعضهم، ومازالت خوتي جايه كارثه واحده اخرى، كارثه على الاخر. الكارثه الرابعه اللي كشفت عليها تحقيقات الشرطه القضائيه، خوتي الكارثه هذه تحبس لك راسك. السبب الرئيسي لوقوع هذا الحادث، يعني السبب الرئيسي اللي خلى هذا الحافله تدير هذا الحادث الاليم، هو عطل في نظام توجيه الحافله، يعني عطل في لا ديريكسيون خوتي، عطل في الفولون، راسك يحبس. بسبب هذا الحادث الاليم تم ايداع 4 متهمين الحبس الاحتياطي: 1 سائق الحافله، 2 قابض التذاكر في هذه الحافله يعني روتوفر، 3 مالك هذه الحافله يعني الشخص اللي يملك هذه الحافله، 4 المراقب التقني لهذه الحافله. خوتي قبل ما نختموا الموضوع تاعنا ما تنساوش تدعيوا بالرحمه للناس اللي ماتوا وربي يصبر اهاليهم.